السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالفراخ جامدة جدا. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. والتتبيلة الفراخ بقى يا حبايبي هنزل هنا معايا معلقة كبيرة صلصة طماطم، بسم الله. وهنزل عليها بمعلقتين دبس رمان، بسم الله، معلقتين حلوين كده. وهنزل عليها بملح وفلفل اسمر وسنه بابريكا، بسم الله. التتبيله دي يا حبايبي سهله قوي. وهنزل على الكلام الجميل ده بقى بعصره ليمون، بسم الله. الليمون بيدي للفراخ بتاعتك طعم حكايه. التتبيله دي سهله قوي وجميله، من غير بصل، من غير اي حاجه خالص، من غير حتى طماطم فريش. هو يا دوب معلقه صلصه الطماطم اللي انت حطيتيها وشكرا على كده. واتفرجي بقى على جمال تتبيله الفراخ ديت. نقلبها كده مع بعض كويس قوي. اهي كده التتبيله بقت جاهزه معايا، شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفه جدا. وهبتدي بقى يا حبايبي انزل بالفراخ ديت على التتبيله، بسم الله. وهاخد بالتتبيله كده ايه واعمل بيها الفراخ بتاعتي، بسم الله. اهي طبعا الكميات يا حبايبي زي ما انتوا عايزين، خدي من الوصفه وكتري وقللي زي ما انت عايزه. اهم حاجه ايه؟ تدهني الفراخ بتاعتك كلها بالتتبيله كده، تبقى كلها متغطيه بالتتبيله اهي. وهعمل برضو الايه الصدر، بسم الله. من ورا ومن قدام كده زي ما انتوا شايفين. ندخل كده جوه الايه صدر الفرخه عشان يبقى متطعم بالتتبيله كلها اهي. نركنهم كده على جنب، نجيب بقيه الفراخ. بصوا يا حبايبي، انا مش هستعمل الفراخ ديت غير بعد ساعتين. هسيبها في التتبيله دي ساعتين. وعلى فكره كل ما تسيبيها اكتر كل ما تديكي نتيجه حكايه. تمام كده اهي. عملت كل الفراخ بتاعتي بالتتبيله وهروح احطها في التلاجة ساعتين يا حبايبي. وبعد ساعتين اطلعها استعملها زي ما انا عايزاها. تمام كده. نوسع كده للصدر ده شويه اهي. ايوه كده بقى زي الفل. بس كده الفراخ معايا كده بقت جاهزه، واروح اشيلها في التلاجة يا حبايبي. وجبت هنا بقى يا حبايبي الصينيه اللي هعمل فيها صينيه البطاطس بتاعتي، وهنزل فيها كده البطاطس. طبعا الكميات يا حبايبي زي ما انتوا عايزين، خدي مني الوصفه وكتري وقللي زي ما انت عايزه. وبصوا الفراخ بتاعتي بعد ما سبتها في التلاجة اكتر من ساعتين، بصوا بقى شكلها عامل ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. كده خدت كل طعم التوابل بتاعتي وطعم دبس الرمان، وبقى حتى اللحم بتاعها متطعم وبقى جامد ازاي ما شاء الله. هنزل بقى ايه بالفراخ ديت على البطاطس، بسم الله اهي. طبعا الكميات زي ما انتوا عايزين، خدي مني الوصفه وكتري وقللي زي ما انت عايزه اهي. انا بصوا يا حبايبي هسويها، هنزل طبعا بالايه بكل الصلصه اللي معايا ديت بقيه التتبيله اهي. البطاطس بتاعتي بقت جاهزه اهي يا حبايبي. انا هسويها الاول على وش البوتاجاز، واول ما تاخد غلوه كده وتبتدي الفراخ بتاعتي تدخل في السوا هدخلها فرن البوتاجاز عشان الفراخ ديت تطلع متحمره وشكلها جامد جدا. اروح بقى يا حبايبي اسويها، واول ما تستوي ارجع لكم تاني على طول. بصوا يا حبايبي ما شاء الله طلعت صينيه البطاطس بتاعتي من الفرن، حاجه كده جميله جدا ما شاء الله اللهم بارك. لو عجبتكم بقى صينيه البطاطس بالفراخ بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. لو لسه ما اشتركتيش في القناه يلا بسرعه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.